السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلطه الافوكا لعشاق الافوكا وحتى الناس اللي ما كتعجبهمش ياكلوها. بهذه الطريقه صدقوني كتجي رائعه، غير جربوها. غادي نحتاجوا ليها حبه الافوكا، عصير نصف حامضه، جوج ضريصات ديال الثوم صغار، فلفله حاره. الطريقه ندقوا الثومه والحار والملح في المهراز. واللي عنده الهشوار ممكن انه يطحنوا في الهشوار. من بعد نديروا الافوكا وندقوها مع المكونات السابقه. اما الناس اللي غادي يديروها في الهشوار يحاولوا ما يطحنوهاش بزاف. كنحطوا السلطه ديالنا في طبق التقديم، كنضيفوا عليها زيت الزيتون، ونضيفوا عليها عصير الحامض ونخلطوا الكل بالصحه والراحه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتدعموني بلي لايك والاشتراك والبارطاج باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.